السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورنا العزيز ومتابعين برنامج الراصد سبورت. نهاية الجولة الثالثة المنتخب العراقي حقق فوز ثمين على المنتخب اليمني بنتيجة 5-0. هارد لك للمنتخب اليمني ومبارك لأسود الرافدين هذا الفوز. وكذلك المنتخب العماني يحقق فوز وانتصار ثمين على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1. وكذلك راح تكون المواجهة صعبة في النصف النهائي. نشاهد هذه الأهداف وراجع لكم. السعودية هذا أمجد عطوان، هذا أمجد عطوان داخل منطقة الجزاء أرضيا. جول جول جول! الله! حسين علي عرضية بالراس خطيرة، الله! خطيرة من أيمن، التسديدة، الله! أيمن يتقدم، الله! ثلاثية عراقية على جمهور طيرة، الله! هذا أمجد عطوان، هذا أمجد عطوان داخل منطقة الجزاء أرضيا. جول جول جول! الله! اتصال هاتفي الكابتن سامي بحث. كابتن، شلون تقيم اداء منتخبنا الوطني مع المنتخب اليمني اليوم؟ والله بالحقيقه اشوف ان قسم الاداء الى قسمين. الشوط الاول يعني ما كنا بالمستوى المطلوب. يعني كان هنالك يعني اخطاء بالتكتيكيه، يعني بالتمركز وبالواجبات خصوصا في منتصف الملعب. يعني شلون تقيم اداء الجانب الدفاع والهجومي كابتن كذلك؟ هو الشوط الاول مثل ما قلت لك يعني كان هناك ارتباك، يعني خصوصا بالواجبات. بعض اللاعبين ما لعبوا بمراكزهم الحقيقيه المتعودين عليها، يعني مثل ابراهيم بايش يعني لعب منطقه الارتكاز، هو ما يجيد هذا المكان، يعني ما كان عنده الفعاليه الهجوميه اللي كنا يعني متعودين عليها. نعم. كذلك آلاء فاضل ما كان مركز على جهه اليمين، لعب على كظهير يسار. صح. فصار ارتباك باداء الفريق. الواجبات يعني منتصف. ليش لعبوا بهذا الاسلوب؟ هذه يجرب لاعبين بصراحه، يعني يكتشف قدرات اللاعبين. نعم. في بعض المراكز وهل يستطيع يعني مثلا اللاعبين يلعبون باكثر من مركز. نعم. هاي كان الغايه، وايضا اشراك لاعبين وريح 5 لاعبين. نعم. اساسيين. زين. من اللي صار يعني الاداء بيضعف نوعا ما، المدرب درك هذا الموضوع فبدا باشراك اللاعبين الاساسيين اللي يجدون يعني الاداء الجيد وحفظ المراكز. يعني نزل امجد عطوان ونزل امير عماري في منطقه الارتكاز، ونقل ابراهيم بايش الى جهه اليسار كجناح. نعم. وبعدين نزل ضرغام على جهه اليسار، صار توازن باداء الفريق. فعلا هو احنا الشوط الاول ترى فقدنا توازن التكتيك نوعا ما. بالضبط. يعني كابتن، على هذا الاداء منتخبنا قادر ان يخطف اللقب؟ اذا بعد ركز الفريق بشكل اكثر، يعني هضم الواجبات. نعم. التمركز الصحي. عندنا اخطاء بالدفاع، نكون واضحين. نعم. يعني احنا اليوم احنا الشوط الاول فقدنا هويه المنتخب. فالمنتخب قادر ان يحقق اللقب، بس بشرط يعني وهو يعني يكون الفريق متماسك، تشكيل يعني يكون بتوازن. نعم. راح ناخذ اللقب. زين، تصريح لي كاساسو يقول احنا لا نمتلك الافضليه. يعني هو تصريحه منطقي صراحه، يعني بده يشتغل للمستقبل وبده يكتشف قدرات اللاعبين. يعني كثير لاعبين ما عارف يعني مستوياتهم الحقيقيه لحد الان، تعرف مدرب جديد صار له فتره طويله. صح. فهاي اختبارات حقيقيه ترى المستوى اللاعبين. فاكو فرق يعني فرق متمرسه عندها استقرار فني مثل البحرين مثل عمان. زين، ان شاء الله احنا الاداء يتحسن ويتصاعد. يعني من وجهه نظرك من هو المنتخب الافضل الان في خليج 25؟ والله يعني لحد الان الفريق البحريني فريق جيد، والفريق حتى العماني. الفريق البحريني مؤدي يعني وعنده لاعبين عناصر خبره. نعم. واستقرار، مدرب
ممتاز جدا. يعني سوزا يعني صاحب افكار تدريبيه، صاحب فلسفه معينه. شوف التبديلات دائما ما يستقر على التشكيل، ما عنده ثبات على التشكيل معين، لكن اللاعبين يأدون يعني عارفين واجباتهم. فعلا مباراتنا القادمه راح نواجه فريق او منتخب صعب يعني كابتن، يعني راح نواجه فريق صعب. يعني اذا بقينا على هذا الاداء يعني انا اشوف منتخبنا لا يستطيع الذهاب الى الفاينل. أنا قلت لك إذا بقينا على الأداء بمشاكل، بس ما أتصور راح نبقى على الأداء، راح نلعب بالتشكيل الأساسي. إيش يحتاج لنا كابتن؟ رسالتك الأخيرة إيش يحتاج لنا حتى نقدر نوصل إلى الفاينل؟ يحتاج لنا نستقر، لاعبين يأدون أداء بروحية عالية. نعم. يعني واجباتهم يعرفوها، يجب أن يعرفون واجباتهم. نعم. بعملية التمركز وعملية الانتشار. نعم. يعني هاي واجبات تكتيكية مهمة جدا. كابتن أنت لا تنسى اليوم احنا نفتقد للهداف. نعم. اليوم احنا نفتقد للهداف. بالتاكيد تضيع من عندنا هواي فرص. يعني على ايمن ان يستغل الفرص ويعرف يمتى يصوب، يعرف يمتى يعني يمرر اكو اشياء يعني تختلط عليه بعض الاحيان. هو عنده ميزه تهديفيه ممتازه، عليه ان يستغل هذه الفرص توصل له، وعلينا ان نفعل صناعه اللعب. يعني عندنا صناعه اللعب شويه مفقوده، يحتاج تفعيل صناعه اللعب بالشكل الصحيح. شكرا كن الضيف عزيز علينا الكابتن سامي بحت، وان شاء الله نشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. اشكرك. تحيه.